توميه مع حواوشي، انا مش فاهم ازاي يعني حاجه كده صغير جدا. فمفاجاه صادمه صادمه صادمه. هل فعلا في فرق ما بين الحواوشي الغالي والرخيص؟ يعني حواوشي ب 90 جنيه وحواوشي ب 55 وحواوشي ب 35، هيبقى في فرق ما بيننا ب 35 و90 ولا لا؟ يلا بينا نشوف. طلعهم الثلاثه سوا في نفس الوقت عشان نعرف نحكم عليهم. نبدا باللي في النص كده، ايه، خلي الامور اوسطها. ازوزه ب 55 جنيه. هو باعت الرغيف بس كده ملفوف بفويل. الرغيف حجمه حلو وشكله حلو كمان، هو بعته بس كده ملفوف بفويل ومحطوط على بعضه كده. نطلع الغالي ولا الرخيص؟ تعال نطلع الكيلة الاول. كيلة كان باعت 2 توميه من دي، في واحده اتصدرت ورا ودي بقى، والسلطه وايه والحواوشي، وباعت معلقه وشوكه كمان عشان السلطه والبتاع. لا فباكجنج جامد. هو 90 جنيه برضه مش رخيص. بصوا هو مغلفه بواحده فويل فوق كده، وتلاقي من جوه في ورقه زبده وتحتها فويل تاني، ورصص بقى الطبق. بصوا شكل الطبق، شكل الطبق حوار، شكله حوار. نخش بقى على ارخص واحد ب 35 جنيه وباعت جلافزات. باكج برضه بتاعه جامد بصراحه يعني. الحرش احمد مختار باعت ايه كمان؟ باعت كاتشب كمان، باعت كاتشب كمان، باعت كاتشب اسمه زاد صوص عشان في مقاطعه بقى الهاينز دلوقتي. وباعت جلافز كمان، مالناش دعوه بقى، مش عايزينها الجلافزات دي. باعت بقى هنا جوه ايه بقى؟ واحده طحينه وواحده مخلل ورغيف الحواوشي. ورغيف الحواوشي ده نحط الحواوشي هنا كده على طول. افتح لكم البوكس ده عشان تشوفوا معانا كده من جوه. بصراحه كباكجنج يكسب ابو 55 وينافس ابو 90 يعني، في يزق مع الاثنين شويه. هنفتح برضو الحاجات كتير، بس توميه مع حواوشي انا مش فاهم ازاي. حط طحينه يا عم، اتعلم من ابو 35 يا عم الكيره. بس الكيره حاطط لك قرنين شطه كده ايه مع البتاع، وفلفل الوان مشوي، شويه جزر، مدلع الموضوع يعني. انا مش عارف، انا اول مره اصور كله مره واحده كده، حاسس ان انا رايح جاي كتير كده. بس يلا المهم يعني نطلع بالخلاصه. طحينه وايه، طحينه صغيره قوي، طحينه عينه كده. نبتدي بالغالي ولا بالرخيص ولا بالوسط؟ الصراحه التلاته شكلهم حلو، مش عارف ابدا بانهي. الغالي؟ لا خلي اللي في النص، تعالى نبدا في النص، خلي الامور اوسطها برضه. نحاول نقطعه كده. هو بصراحه كميه اللحمه جوه حلوه يعني، كميه اللحمه جوه بصوا، تخينه اللحمه جوه، مش رفيعه، كميتها حلوه وريحته طالعه رهيبه. تعالوا يلا ندوق بسم الله. طعمه حلو، كميه لحمه محترمه ولحمه بس انا مش شايف يعني، المفروض واخد تحت تخطيط الجريل فحمه، بس انا مش شايف ريحه فحم. تعالوا بقى نستلف شويه طحينه من هنا كده وندوق الطحينه. الطحينه سائله قوي. دوق يلا بسم الله. شوف كميه اللحمه جوه مع الطحينه احلى بكتير. يعني ب 55 جنيه حط لي جنب واحده طحينه صغيره زي دي كده، ده ب 35 وحطيت طحينه يا عم، مش كده يعني؟ حلو ولا لا؟ حلو وحلو يعني، بس ده اللي حاسه هي ايه، هيغطي على الكل يعني. خلينا برضه نخش للصغار بقى برضه الاول. رخيص، هو حجمه حلو على فكره، وحاسه فيه كميه لحمه حلوه يعني. يعني انا مسكته حاسس ان هو مليان لحمه على فكره. بص كده مليان لحمه من جوه زي ما انت شايف كده برضه، مش حاسس ان هو مثلا قليل او كده. تعالوا ندوق بسم الله. هنا ده مستوي على الجريل، واخد تسويته كامله على الجريل، هو شكله شكل ايه، حواوشي جريل اهو. كميه اللحمه كتير، طعمها لحمه مش عجينه اللي هي بتبقى وحشه ديت. انا برضه ما رضيتش ادخل الحاجات اللي هي الرديئه قوي اللي هي ب 10 15 جنيه ديت، عشان يعني مش لحمه، هي ما فيهاش لحمه خالص. لكن ده 35 جنيه هو رخيص، رخيص قوي بصراحه بالنسبه للزمن اللي احنا فيه ده يعني. الاسعار بتاعتها كل يوم، بس هو حلو قوي يعني، هو حلو على سعره، ده حلو جدا. الفرق بين ده وده هما نفس الحجم ونفس كميه اللحمه تقريبا، بس ده فيه بهارات متبهر، ده تحسها لحمه سك مش واخد بهارات حواوشي، ده طعم فيه طعم حبهان بقى. بص فرق السعر 20 جنيه مش كتير، بس ده كباكج وطحينه ومخلل ومروق عليك وظابط لك الدنيا. طعم الطحينه بتاعته حلوه، وطحينه مش مضروبه. فانا اميل لابو 35 اكتر، اللي هو الحرش. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه الحرش احمد مختار. ده فتح في النادي تبع احمد مختار، بس فتح في نادي البلديه، بيعمل برجر وبيعمل حواوشي وبيعمل سندوتشات حلوه وحادق بتاعت البقاله. فبصراحه ارشحه لك، حل جامد جدا في الظروف اللي احنا فيها دي، ب 35 جنيه وبالجبنه ب 40. فانت روح تضرب لك واحد بالجبنه ب 40 جنيه وروق على حالك يعني. هو كويس جدا كسعر بالنسبه للكميه والشكل والحجم وكل حاجه. ننقل بقى نقله ونروح لابو 90 جنيه، ضعف 3 اضعاف تقريبا يعني، قرب 3 اضعاف. بص هو مقطع الكريم، مقطعه 4 حتت، بس بصراحه 4 حتت يعني لو جمعتهم هو صغير قوي، هو رغيف صغير يعني، هو مش عارف اجمعه طبعا بس هو يعني حاجه كده صغير جدا، صغير جدا يعني. فخلينا ما نحكمش، واللحمه جواه مش كتير يعني، الطروف فاضيه جامد، التانيين دول مليانين عن كده.
تعالوا ندوق كده من غير سلطه ومن غير شطه ومن غير توميه ومن غير اي حاجه. تعالوا ندوق كده الاول، بسم الله. بص انا مش فاهم، هو حلو بس في بصل كتير، في بهارات حواوشي حلوه، بس هل يستاهل فرق السعر اللي بينه وبين مختار؟ بامانه لا، بصراحه ما يستاهلش فرق السعر ابدا. يعني ب 55 ده احلى. هو بس مشكلتي مع زوزه ان هو لحمه سك، يعني مش حاطط بهارات خالص. ده كميكس حواوشي حاسس ان هو دي طعم الحواوشي اكتر، بس ما يستاهلش فرق في السعر، خصوصا حجمه صغير، بصل كتير، بهارات قليله. فمفاجاه صادمه صادمه صادمه. اقول لك اصبر اصبر اصبر، نجرب مع السلطه، نجرب مع الطعميه، ممكن حاجه تتغير ولا حاجه. تعالى ندوق كده حته ايه، شويه توميه، وناخد قرن الشطه، نضرب بسم الله. اهو قرن الشطه ده باين فيه طعم الفحم عند الحواوشي، والله العظيم هو طعمه فحم، ده مع مشوي على الفحم، ده مش مشوي على الفحم. دوق التوميه تاني عشان ما حسيتش بيها بصراحه وسط الحاجه دي كده. التوميه حلوه قوي، بس حواوشي ايه اللي جابه جنب التوميه انا مش فاهم. حواوشي طحينه يعني معروف. هو للاسف بقول لكم ايه، سيبوني مع نفسي 5 دقايق كده وارجع اقول لكم مين احسن واحد، عشان برضه ايه. بص يا باشا، الخلاصه زي ما قلت لك، مفاجاه مفاجاه مفاجاه. احمد مختار اجمد واحد. ليه بقى؟ اجي اقول لك ليه. ازوزه حاطط نفس كميه اللحمه بتاعت مختار ونفس الحجم. كيرة حجمه صغير ده مبدئيا، ولحمته قليله كمان. يعني الحجم الصغير واللحمه قليله ب 90 جنيه ده حاجه تانية. طعم الفحم لا باين في الكيرة ولا باين في ازوزه ولا باين فيهم، هم التلاته ما فيهمش طعم فحم، فدي مش بوينت لحد فيهم، تمام. فشيل طعم الفحم بره. كيرة ب 90 جنيه، الحجم ده صغير جدا جدا. انت بتديني باكج حلو لفولي وخضار مشوي وسلطه وتوميه اتنين، انا مش توميه ليه اصلا، المفروض طحينه بس قشطه. ازوزه مشكلته في الباكج، مش حاطط لي حتى علبه طحينه ولا منديل ولا، هو لف الحواوشي في الكيسه وخدها بس كده. احمد مختار بقى مديك علبه شكلها نظيف، مديك طحينه، مديك مخلل. بصراحه العلبه بتاعتهم شكلها جامد، باكج جامد جامد جامد، يعني الباكج بتاعهم محترم. رغيف حواوشي محترم ب 35 جنيه، مديك بقى ايه الميزه بقى اللي ميزته عن الاثنين التانيين. كيره انا حاسس ان انا باكل لحمه مفرومه عاديه، واخده شويه بصل زياده وبتاع، ما فيهوش بهارات حواوشي بجنيه، ما فيش بهارات حواوشي خالص. ازوزه هي لحمه بس من غير بصل برضه، من غير بهارات، بهاراتها هاديه قوي مش باينه فيها، بس كان حلو، طعمه حلو يعني. ازوزه ارشحه لك ماشي. كان احمد مختار ب 35 جنيه وبالطعم ده، حاطط بهارات حواوشي، حاطط بصل، طعم حواوشي اللي هو حواوشي بتاعنا، حواوشي بتاعنا الشعبي اللي احنا بنحبه، ب 35 جنيه مع طحينه ومع مخلل وباكج نضيف. بصراحه ارشحه لك وبشده، وممكن كده بقى بفكر يعني اخبط فيديو كامل عن احمد مختار، طالما هو حلو كده، اسعاره حلوه وطعمه حلو، فليه ما نعملش عنه منيو كامل ونجربه كله. فلو عايز منيو كامل احمد مختار انزل بقى تحت في الكومنتات دلوقتي، ويلا عشان داخلين على 1000 انزل بقى سبسكرايب عشان تلحق المسابقه معانا. بس يلا سلام.